مليون مبروك للنادي الاهلي. البطوله رقم 11 في تاريخه. مفيش مستوى مع النادي الاهلي نهائيا، مفيش فرقه تقدر توقف قدام النادي الاهلي برغم الظلم اللي تعرض له النادي الاهلي من الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي ومن عصام عبد الفتاح في اختياره الحكم الاثيوبي اللي ظلم الاهلي كتير. والهدف بتاع الوداد من فاول، مش هو اصلا مش فاول. ألف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي. المباراة في الشوط الثاني مرسل الكرة لأدار المباراة بحكمي بالتغييرات اللي هو عملها. أبدع في التغييرات، سحب بيرسي تاو ونزل رامي ربيعة بعد الهدف، بعد هدف التعادل. مليون مبروك للنادي الأهلي. والسنة اللي فاتت لو كانت البطولة من ماتشين برضك الأهلي كان هو البطل. كده راجع الأهلي للدوري، والأهلي بطل الدوري إن شاء الله برضك. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ما تنساش تعملوا متابعة ولايك وشير للقناة حتى يصلك كل جديد، والدعم من جمهور النادي الأهلي اللي هو مختفي. الشريف ضيع هدف ما يضيعش، انفراد صريح، وعبد القادر برضك وعلي معلول. بس الأهلي ولاعيبته كان في الموعد. الأهلي بابا الشغلاني، الأهلي هو البطل بلا منازع. لعيبة النادي الأهلي لما تتحط في ضغط جمهور وتحت الضغط بتلعب، وهنا بتبان معدن الرجالة الحقيقي طالع أصولها. وحاب أقول للزملكاوية سهرناكم معنا، معلش تعيشوا تسهروا. انتوا آخركم تلفوا على أفريقيا كلها عشان تشجعوا الأندية اللي بيقابلها النادي الأهلي. مليون مبروك للنادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي. أنا بالنسبة لي البطولة دي أغلى من بطولة الزمالك، لأن الأهلي تعرض لظلم كبير جدا 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 من الاتحاد سواء المصري أو الأفريقي، وخصوصا من عصام عبد الفتاح اللي هو يعني بيحقد على النادي الأهلي حقد ملهوش سبب. يعني حاب أقول لحسين الشحات ما تزعلش لما تطلع تغيير، لأن زميلك اللي بيبقى قاعد على الدكة ما يبقاش زعلان إنك أنت بتلعب. هي الكرة كده. يعني مش عارف أنت اتعصبت ليه وشفت الجزازة أنت وطالع. وألف ألف ألف مليون مبروك للنادي الأهلي مرة تانية.